طيب، أهمية الإنترنت في مصر حاجة مهمة جدا. كلنا دلوقتي محتاجين إنترنت في حياتنا عشان حاجات كتير. وبما إن حملة الإنترنت غير محدودة رجعت، فأنا اضطريت إن أنا أرجع بوستات جديدة وكلها تعجبكم بإذن الله. ففي البداية النهاردة الشرح هيكون على وي. لو عايزين شركة تانية اكتبوا في الكومنتات وهتلاقوا هوستات جديدة برضو في الوصف. تمام، النهاردة جايب لك ملف فيه أكتر من هوست هنستخدمه مع أبلكيشن جديد. الأبلكيشن ده سهل الاستخدام. تمام، كل اللي انت محتاجينه دلوقتي ان انتوا تتابعوا معايا الشرح، وبعد كده كل حاجة هتبقى سهلة. تمام، فزي ما قلت لكم النهارده وي، بس بعد كده هيبقى جميع الشركات بإذن الله. اهم حاجة الدعم للفيديو ده عشان خاطر غيرك يستفيد منه. لايك واشتراك وشير، وبس كده يلا بينا على الفيديو. طب يا شباب، وكده نبدأ تاني من أول جديد. وزي ما قلت لك، لو انت كنت شركة تانية غير وي، الفيديوهات التانية هتنزل. دلوقتي احنا بنشرح لوي طريقة شغالة للكمبيوتر والتليفون، وهشرح دلوقتي وهتشوف دلوقتي بالتفصيل. تمام. تاني حاجة لازم تتأكد ان الطريقة دي شغالة لما تنتهي الباقة. يعني ايه؟ يعني انت هتحمل ملف، الملف ده هيكون عبارة عن هوستات وي بالشكل ده، في كذا هوست. هنحمله ازاي؟ انت طبعا هيظهر معاك الفيديو بتاعي عادي. تمام، انا هخش دلوقتي على قناتي. امشي معايا واحدة واحدة عشان تفهم، عشان خاطر اللي بيخش يقول لي انا مش فاهم، انت بتتفرجش، انا بتكلم بالراحة اهو. فين المشكلة؟ انا بتكلم بالراحة. تمام، فانت اللي بقى اللي تعبان حاجة تخصك ما تخصنيش انا. انت بتخش على الفيديو، انت بس دلوقتي بتتفرج على الفيديو. تمام، بتعمل لايك بتاعك، بعد كده عندك في الوصف هنا بتلاقي هنا طريقة التحميل تحت كده. تمام، وبتنزل تحت بتلاقي عندك رابط تحميل اهو. بتدوس على عرض المزيد، تعمل لايك وتضغط تحميل. تمام، بيتحمل معاك. حلو كده. طيب، فالملف ده بنحمله. تمام. تاني حاجة، الهوستات دي بتشتغل ازاي؟ الهوستات دي تقف وبتشتغل، بيبقى على حسب الشركة. يعني انا سايب لك كذا هوست، لو هوست ما كانش شغال هتجرب التاني، زي برضو ما هنشرح وهنوضح. ليه؟ لان المواقع دي عبارة عن مواقع بتشتغل من غير ما تخصم من النت اصلا. يعني هي في مواقع بتشتغل من غير ما تخصم من واي فاي، فاحنا بناخد الهوست بتاعها وبنعمل لها استغلالة كده. تمام، بس قانونية. بتقنع الراوتر ان احنا شغالين على الموقع ده، لكن بالعكس احنا شغالين على اليوتيوب، على الفيسبوك، على التيك توك، او على اي موقع تاني. وصلت معاك؟ اتمنى يكون الفكرة نفسها وصلت معاك. طيب، تاني حاجة، ده كده التليفون بتاعي. هشرح من هنا عشان بس الشاشة تبقى واسعة وكل حاجة تبقى واضحة. تمام، هتقول لي انا دلوقتي مش هعرف. هتقولي انت تشرح على التليفون مش هتشرح على الكمبيوتر. اقول لك اه. ليه؟ لان اصلا الطريقه دي سهله في التليفون، وانت تقدر تعمل من التليفون شير للابتوب، لكمبيوتر، لبلاي ستيشن، او لاي حاجه. تمام، يعني ممكن توصل الوصله وتروح عامل شير لاي حاجه. مش هتوصل وصله معاك لابتوب، ممكن مثلا، يعني مثلا ده بي سي. تمام، بس انا بركب فيه انتيلا، فممكن يبقى فيه انتيلا زي كده، فانت تعمل نقطه اتصال. تمام، من التليفون وتقدر تعمل شير، او ممكن توصل وصلة وتعمل اتصال برضو بين الوصلة وبين الكمبيوتر. يعني في كذا طريقة، واللي مش عارفينها اكتبوا لي وانا انزل لكم الطريقة، سهلة جدا اصلا. تمام، فانت هنشرح على التليفون. ليه؟ لان في البرنامج ده، وده اسهل برنامج، احسن من السيرفرات التانية اللي كلها ضعيفة. تمام، لان السيرفرات التانية ضعيفة وما بتدكش السرعة المناسبة. فاحنا هنخش على المتجر عادي، تبدأ في السيرش تكتب. تمام، ثواني نعرف البرنامج اسمه ايه لان انا نسيت والله. تي ال اس، اكتب اول اختصار لي. تي ال اس، سيرش. البرنامج يظهر اهو. هتفتحه وتثبته. تمام. طيب، كل اللي علينا بعد كده هنعمل ايه؟ هنبدأ نخش على الهوستات دي. بعد ما تحملها من الوصف هتلاقي عندك كذا هوست، ناخد اي هوست منهم كوبي وتتأكد من المسافات. بعد كده نخش على الابليكيشن. تمام، هتلاقي ظهر لك دي، دوس السماح، اديله السماح بالاشارات. تمام، بعد كده تلاقي ظهر لك الحاجات دي. انت كل اللي عليك انت تعمل علامة صح. تمام، يبقى احنا كده خلصنا من اول خطوة. احنا جبنا الهوست ودخلنا على الابليكيشن. محتاجين بقى نفعل الهوست. هنعمله ازاي؟ برضو تنويه للمرة الأخيرة، انت مش هتحس بقيمة الهوست ده غير لما الباقة تخلص، لأن الهوست ده بيرفع السرعة. حلو. يعني ايه؟ يعني هو مش بيديك جيجات، هو بيرفع السرعة مش أكتر. السرعة بدل ما 250 كيلو بايت بيرفعها لك أكن الواي فاي عندك مخلص. تمام، بندوس على علامة القلم. بعد كده بنظهر لنا دي، بندوس الطريقة الافتراضية، بندوس طريقة مخصصة. بعد كده بنستخدم مضيف اس ان ال.
تمام. بيقول لك دخل المضيف. تمام. نيجي دي. بتبدأ تحط الكلمة اللي احنا خدناها كوبي. تمام. ثواني بس هبعت الكلمة في البرنامج. اخش من هنا اخد الهوست، فابعته ليا كده، واخش هنا اخد الكلمة كده هوست، اعمل لها كوبي. بعد كده نيجي هنا ونضيفه. طبعا انا عامل بلر على الكلمة او الهوست نفسه لان ما ينفعش يظهر. تمام. فاصبح كده معانا الهوست. اتأكد ان انت حذفت المساحة. تمام. يعني اتأكد ان مفيش مسافة ولا من هنا ولا من هنا. بعد كده بتدوس حفظ. كده احنا تمام. كل اللي عليك بتدوس الباد، بيبدأ يعمل لك اتصال، بيبدأ يظهر لك اعلان. تمام. طبعا انا الشاشة طفت، فهبدأ اعمل اتصال تاني على الشاشة. برنامج بس وقف الاتصال. تمام كده اتصل معانا تاني اهو. زي ما انت شايف بعد ما بتتصل بيظهر لك كده، بيقول لك تم اللي هو الاتصال وكده، وجايب لك اللي هي العلامة دي. بتدوس اغلاق عادي. تمام. بيجيب لك قناة التليجرام لو عايز تنضم، بيظهر معاك كده. كده هو شغال ومتصل معاك. تمام. تمام. خلي بالك بقى من نقطة معينة. شايف طريقة التوصيل دي؟ يعني شايف طريقة التوصيل دي نفسها كده هو مش شغال معاك. بعد ما يخلص ال59 دقيقة دي بتضطر انت تدوس على علامة البلس او الخضر دي عشان خاطر يعمل لك وقت جديد. تمام. بس بيظهر لك اعلان. فاحنا جينا دلوقتي لو دخلنا على اي برنامج مثلا زي ال اليوتيوب مثلا، هتلاقي شغال معانا عادي من غير اي مشكلة. تمام. وانت هتلاقيه شغال معاك كده لما النت عندك يخلص. تمام. اتمنى تكون فهمت الفكرة الاساسية نفسها، وتبدأ تعمل شير لأي ابلكيشن عندك عشان خاطر تقدر تشوف منه. يعني تقدر تعمل شير قصدي لأي لابتوب أو أي كمبيوتر أو أي جهاز بلاي ستيشن عشان تقدر تشغل من خلاله. تمام. لأن أنت ما ينفعش تعمل شير من البلاي ستيشن للتليفون، لكن ينفع تعمل شير من التليفون لأي حاجة. تمام. وده أسهل برنامج، والبرنامج ده أصلا مش معلش أنا وقفت فعشان كده فصلت. عشان كده بقول لك ان البرنامج ده افضل ومحتاج تستخدمه. تمام. الشاشه فصلت بس عشان خاطر طبعا لما بعمل اتصال، لما بضغط بدء او بص، لان انا متصل عن طريق شبكه الواي فاي، فلما بعمل بدء او ايقاف للكونفينج ساعتها بيوقف الشبكه وبيرجع يتصل بيها تاني، فبيحصل ايه تاتش كده. تمام. بس كل حاجه بتبقى شغاله تمام. انت ده كل اللي انت عليك. زي ما قلت لك هتحمل الملف، لو معرفتش تحمله هتلاقي طريقه التحميل في الوصف. سلام.